في لينك صراحة بتبعتي عليه مشكلتك. طبعا المشكلة بتكون بإطار معين ما تخرجش عنه، تبعتي مشكلتك بنصورها، طبعا بتوصل بمجهول. صباح الفل عليكم أو مساء الفل على حسب ما تشوفوا الفيديو، بس أنا صباح الفل عندي إن النهار الساعة لسه 9 الصبح، فحبيت إن أنا أعمل الفيديو ده الصبح عشان طاقتي لسه تكون في بدايتها، ما تكونش أي حاجة في اليوم خدتها، لأن أنا برجع آخر اليوم تكوني ناوية إنك تصوري فيديو وتبدأي تشتغلي، حرفيا بتكوني منهارة، لأن أنا بشتغل عندي شغل يوميا طول اليوم وبدير محل كامل، يعني من ناحية البضاعة النواقص الكلام ده كله، غير المبيعات، غير ومسؤولية البيت والأولاد، فمجهود. فبترجعي آخر اليوم طاقتك حرفيا بتكون ضايعة، حرفيا مستنزفة، ما فيش فيه أدنى طاقة. فإنك ترجعي هصور بقى وهقعد أصور، حتى مودي مش بيكون كويس. هصور وهبدأ أمنتج عشان أنزل فيديو، وممكن أخلصه الساعة 3، هخلصه متأخر جدا، فمش أفضل حل إنك تنزلي فيديو متأخر كده، فالموضوع بيبقى صعب. وأوقات كتير أقول لأ خلاص مش مهم أطنش، فلأن أنا لسه بادئة القناة ما كملتش شهر، فالموضوع بالنسبة لي حابة إن هو يكون جد، يعني يكون ده زي حاجة روتين يومي، لازم كل يوم على الأقل حاجة تنزل، إذا كانت قصيرة أو طويلة حاجة تنزل. وعندي قناة تانية خاصة بالمجال بتاعي أنا، بالسكين كير، برضو بقالي فترة ما نزلتش عليها حاجة، بقالي شوية ما نزلتش عليها حاجة، ما علينا عشان ما اخدكوش في الموضوع. فمش حابة القناة تبقى بنظام إن أنا بطلع أقدم حاجة أو بقول نصيحة أو الكلام ده، بعيدا عن أي إضافة للشخصية، بعيدا عن أي إضافة للروح حتى للصداقة. لأ، حابة اللي يكون بيتواصل معايا أو بيشوفني يبقى بنكون على تواصل حتى روحي مع بعض، لو سؤال أنا أجاوب عليه، حتى تحسي إنك بتتواصلي مع الشخص اللي موجود، مش مجرد صوت بتسمعيه وخلاص. وأنا حابة كده، حتى كنت حريصة جدا على إن أنا أوفر حاجة زي كده أو أأكد على نقطة زي كده في جروبي، لأن الجروب عندي محتواه خاص بمشاكل أو عاملينه زي فكرة كده، ان انت في لينك صراحة بتبعتي عليه مشكلتك. طبعا المشكلة بتكون بإطار معين ما تخرجش عنه، تبعتي مشكلتك بنصورها، طبعا بتوصل بمجهول، بصورها وبنزلها في الجروب، فالأعضاء بيشوفوها بيقولوا رأيهم. مشكلة خاصة مثلا بحياتك الأسرية، حياتك العامة في الشغل، هنا كل ده بينزل، اللي بيشوف الرسالة بيقول رأيه فيها، إن كان مثلا بيواسيكي، إن كان حتى بيطبطب عليكي بالكلام، أو إن كان عنده رأي في المشكلة فبيكتبه، وطبعا انتي بتشوفي الرأي اللي يتناسب معاكي وتبدأي تتصرفي. دي كانت فكرة الجروب في البداية. بعد كده بدأنا نطور مثلا أكتر المشاكل بتتكرر، أو نوعية المشاكل اللي بتتكرر أكتر في موضوع معين، بتدور كلها حوالين موضوع معين. الموضوع ده بدأنا إن إحنا ننقيه كده ونعمل عليه زي نصيحة أو موضوع شامل بيتكلم عنه، ويقدم لك أكبر قدر من الإفادة في إنك تفهمي الموضوع ده ماشي إزاي، عشان تقدري تحلي المشكلة في العموم. يعني ما نختصش بناس معينة أو نقول لها الحل بتاعك في الحتة المعينة أهو، لا، الموضوع عموما المشكلة بتنزل بناء على احتياجاتكم اللي موجودة في مشاكل الصراحة. دي كانت فكرة الجروب في البداية، وفضلنا مستمرين عليها. وحتى كنت حريصة جدا على حتة إنك أنا هقدم لك كل اللي انتي محتاجاه، ولكن خليكي معايا على تواصل، بحيث إن احنا الشخص اللي بنتكلم معاه موجود وبيسمعنا. حتى الأعضاء في آرائهم اللي بيقولوها على المشاكل بكون متواصلة معاهم على آرائهم، بحيث إن أنا مثلا اللايك الكومنت اللي عجبني، أو الكومنت حتى اللي رأيه تمام وصائب تمام، بنشجع أكتر ونحفزها أكتر إن هي تستمر وتدعم أكتر برأيها، لأن بتفكر بشكل سليم. بدأنا في الموضوع ده واحدة واحدة لحد ما الجروب كبر، الحمد لله الناس حبت الجروب جدا جدا جدا. ويمكن أحسن وأجمل كومنتات بشوفها في حياتي إن الجروب قد إيه أفادهم وقد إيه حبوه، والموضوع فعلا بدأ يحقق أهدافه. فزي ما قلت لكم بقى، حابين نكبر العيلة، يعني انتوا تيجوا هناك، اللي بيتفرجوا هنا تيجوا معانا هناك،
واللي بيتفرجوا من هناك برضو يثبتوا ان هم موجودين هنا، يا ريت برضو يشاركوا علشان اعرف ان هم موجودين في الكومنت، ويقولوا لنا رأيهم برضو، يا ريت يا ريت، عشان حتى تسيبي رسالة او تسيبي اثر لغيرك يشوفه وياخد باله منه، عشان ما ندور ونلفش كتير في موضوع الجروب. هنتكلم بقى عن السؤال المهم اللي اتكرر في الجروب. على فكرة انا عندي حرف ر، فمحدش يركز.